يهودي يحرف القرآن. تسلل يهودي حسن الوجه والثياب لمجلس المأمون الخليفة العباسي، وجلس ضمن الجالسين، فتكلم اليهودي فعرفه المأمون، فقال له: أنت يهودي؟ فقال: أرجوك لا تفضحني ولا تكشفني. فقال المأمون: إن أسلمت أجزلت لك العطاء وأمنتك من قومك فلا يقربك أحد. فقال اليهودي: ديني ودين آبائي يمنعوني من الإسلام، فلا تحرجني ودعني أفكر، ثم إن اقتنعت سآتيك. فتركه. فلما كان بعد سنة جاء وهو مسلم موحد، وفاجأ الرجل المأمون والجالسين من المسلمين، وكانوا جمعا غفيرا، أنه تكلم في الفقه فأحسن الكلام، وتكلم في القرآن فأحسن الكلام، والجميع في ذهول. فلما انفض المجلس دعاه المأمون فقال: ألست صاحبنا اليهودي الذي طلبت الإمهال؟ قال اليهودي: نعم. قال المأمون: قل يا رجل، أي شيء دعاك إلى الإسلام وقد كنت عرضته عليك فأبيت؟ قال: إني أحسن الخط، يعني الكتابة، فمضيت فكتبت 3 نسخ من التوراة، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فبعتها، فاشتراها الناس ولم يلاحظوا أو يعترضوا. وكتبت 3 نسخ من الإنجيل، فزدت فيها ونقصت، فأدخلتها إلى الكنيسة فاشتريت مني. ثم عمدت إلى القرآن فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين، فكلما تصفحوها فرأوا الزيادة والنقصان رموا بالزيادة في وجهي، ونظروا لي نظرة احتقار وازدراء، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فتذكرت آية في كتابكم وهي قول الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان هذا الكتاب الذي حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو سبب إسلامي. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة مذكورة في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي.